أحرز فريق أربيل فوزا مستحقا على فريق المصافي عندما ضيفه على ملعب هندرين في لقائهما ضمن الأسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدور الممتاز العراقي بكرة القدم، حيث دخل لاعب أربيل إلى أجواء المباراة مع إطلاق صافرة الحكم فلاح عبد بسيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب، وشنوا الهجمات المتتالية محاولين تسجيل هدف السبق، وتحقق لهم ما أرادوا إذ تمكن اللاعب لؤي صلاح في إيداع الكرة داخل مرمى المصافي محرزا الهدف الأول لأصحاب الأرض، وذلك في الدقيقة 21. في الشوط الثاني تراجع لاعب المصافي إلى خطوطهم الخلفية فاسحين المجال لمهاجمي أربيل من تكثيف هجماتهم. في الدقيقة 64 ومن مناولات متقنة بين الكتيبة الأربيلية سجل اللاعب هالجولد الملا محمد الهدف الثاني للأصفر. فريق أربيل أعرف فريق عنده خبرة، لاعب يكثر مع عناصر منتخب وطني، استطاع أنه يستغل الفرص اللي جت، فرصتين سجل من عدة هدفين. فريقنا عدة فرص ضايعة ما استغلها، فلذلك الفريق اللي يكسب الفرص هو اللي يفوز. فريق أربيل فريق كبير يضم عناصر جيدة تلعب بالمنتخب الوطني ومحترفين، وجاريناهم احنا بالمباراة خلال شوطين حقيقة، بس احنا ما استغلينا الفرص. هم بخبرتهم وخبرة لاعبيهم العفوا استطاعوا ان يسجلون هدفين يستغلون نقاط مباراة 3. مبروك لفريق أربيل ونقول هارد لك فريق المصافي. هاي النتيجة لعب الجماعة، هاي نتيجة الاستحواذ على الكرة. اليوم غيروا وجهة النظر المباراة اللي فاتت اللي خسروا موصل، اقدر اقول مباراة مفاجأة، اكو عدة عوامل اثرت على مباراة. اليوم نادي أريد تبقى أربيل في مقدمة ان شاء الله. بذلك ارتفع رصيد أربيل إلى 60 نقطة بقي بها في الترتيب الثاني، وتوقف رصيد نقاط المصافي عند النقطة 43. بعد الخسارة الغير متوقعة أمام فريق الموصل، لعب فريق أربيل أمام المصافي بمستوى أفضل واستطاع أن يكسب النقاط الثلاث. سامام ريفكاني، السومرية، أربيل.